خليني احكي لك عن مشهدين حصلوا ورا بعض. مش فيلم ولا سيناريو مكتوب، لا ده مشهدين حصلوا في الشارع المصري. اليوتيوبر سبيد نزل مصر. مشهد اول، عربية ماشية وسط زحمة والناس بتجري وراها بتصور وبتصرخ وكأن القيمة كلها اتحطت في شخص واحد علشان مشهور. بس الموضوع مش سبيد على قد ما هو احنا. ليه بنجري؟ علشان صورة؟ عشان نحكي اننا شفناه؟ بعدها بشوية مشهد تاني اهدى بكتير. سبيد راكب عربية يشوف مجموعة شباب لابسين بدل ماشيين في الشارع بهدوء وبكل احترام، لا حد بيجري ورا حد ولا حد بيطلب اهتمام. يسألهم انتوا مين؟ رد الشباب بكل ثقة: محاميين بنحلف قسم النقابة ونستلم كارنيه مزاولة المهنة. وهنا بقى الفرق ما بين المشهد الأول والمشهد التاني. سبيد هو اللي يهتم، هو اللي يسأل، هو اللي يقف. طب ليه؟ عشان دول مش محتاجين يثبتوا نفسهم. قيمتهم مش جاية من كاميرا ولا من ترند، جاية من سنين دراسة ومسؤولية. المشهدين اللي احنا شفناهم دول بيكشفوا فرق ثقافة كبيرة. ثقافة بتجري ورا الشهرة، وثقافة تانية الشهرة هي اللي بتقف قدامها. السؤال بقى مش عن سبيد خالص، السؤال عننا احنا عاوزين نبقى مين؟